وهلأ إذا واحد قال أنا بستحي، أنا مو منيح، أنا قايم أدعو للناس إلى الله، أنا مالي منيح، مليت. أخي عم بقول لهم وما بيردوا، دوبني جيب أكلاتي وشرباتي، دوبني اشتغل وطلع يعني هالأواعي تبع الأولاد تبع العيد وأكلاتهم وشرباتهم، قايم أدعو إلى الله خير. شوف بدي أقول لك شغلة، بزماناته في نبي من الأنبياء، مو مسلم من المسلمين، نبي من الأنبياء ترك الدعوة إلى الله تعالى بعد أن دعا قومه ودعاهم ولم يستجيبوا، فركب السفينة ومشى، فحبسوا رب العالمين بحبس لا يوجد مثله على وجه الأرض، حبسه في بطن الحوت. فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، بده ينحط بالسجن ليوم القيامة. إذا نبي الله حبسه، أنت شو بده يصير فيك؟ يا أخوان الله عنده سجن غير تبع السجن تبع عدرا، وغير تبع صحنايا وصيدنايا. الله بيحبسك بحالك، بتصير بتقول والله ما عم بلحق، والله يا أستاذ بطلع على شغلي من الساعة 7 الصبح وبرجع 8 المساء، بسلت هاللقمة هيك وبنام، ورد تاني يوم بروح الساعة 7. والله يا أستاذ لا مرتي رضياني ولا أولادي رضيانين ولا أنا رضيان. صح، طالع قرار فيك سجن مؤبد لحتى تغير. إذا غيرت الله بيغير، وإن عدتم عدنا. اسمعوا مني يا أخوان، اسمعوا مني يا شباب. الحمد لله أنتم أكثركم يعمل في الدعوة إلى الله، بس لسه في كم واحد بيناتكم هيك قاعدين كانين على حالهم، إنه خلص أنا ما بعرف أحكي شيء. بدك تحكي، يلي بتعرفوا أحكي وأنت لا تدري يا أخ. مو أنت اللي بتهدي الناس، ولا أنا اللي بهديهم، ولا هذا الأستاذ اللي بيهديهم، الله اللي بيهدي. أنت بس قل كلمة الخير، بس دل على الخير. هلا أنت ما بتقدر تجيب رفيقك معك على الجامع؟ معقول ما بتقدر رفيقك تدق له تليفون تقول له بمعيتك بننزل على صلاة التراويح؟ معقول ما فيك تجيب رفيقك وتروح على صلاة التهجد؟ معقول ما بتقدر تدق لرفيقك وتجيبه على الدرس؟ معقول ما بتقدر تجيب ابن عمك ابن خالتك؟ انت يا بنتي معقول ما بتقدري تجيبي بنتك معك على الدرس؟ مو معقول. وانت ابدأي وانت ابدأ، وان شاء الله الله يعينك. لماذا يجب علينا أن ندعو إلى الإسلام؟ لأن الله أمرنا. لماذا يجب علينا أن ندعو إلى الإسلام؟ لإسعاد الناس. ما في طريقة يا أخوان لسعادتنا أفرادا ولا أسرا ولا مجتمعات إلا بهذا الدين. غير هيك هذه الأرض عم تحترق، والسبب أنت. هل سمعتم بالبيبي بوكس؟ صناديق الأطفال. اليوم صار في بأوروبا موزع صناديق الأطفال. شو هذول صناديق الأطفال؟ هيك حاطين بقلب الحيطان بالشوارع، شلون سلات تبع القمامة، الصناديق بالجدران. كل واحد إجا مولود ما بده إياه بينزل بيحطه بالصندوق، بيقوم بيضوي ضوء بالبلدية، بيعرفوا إنه هون إجا نحط ولد، بيبعثوا موظفين بياخدوه. هل علمتم أن الحشيش صار يباع في البقاليات في أوروبا؟ صار البقالية فيها محارم وفيها مسكة وفيها قداحات وفيها حشيش. خلي هالناس تحشش. الحق عليك أنت لأنك تسكت. وإذا بتضلك ساكت سيسوء الحال أكثر. لا بد أن تتكلم. ما في طريقة يسعد هؤلاء الناس إلا بأن يتمثلوا هذا الدين. والله يا أخوان مو مرة ولا مرتين ولا 5 ولا 10، نفس السؤال يأتي بعد الدرس. هيك بالدروس ناس تبعت أوراق أسئلة. السؤال: كنت أعمل في بقالية وكنت على الصندوق،
وكنت آخذ من الدرج من دون علم صاحب البقالة. أنا الآن تائب إلى الله، أريد أن أعيد هذا المال. كيف؟ الإيمان لما بيصحى بالقلب بيصير الواحد بيحاسب حاله، بس إذا الإيمان نايم ميت بيمد إيده على الحرام ولا يسأل. فحركوا الإيمان في قلوب الناس يا أخوان، خلي هالإيمان يحيا، مشان الناس تترك الحرام، مشان الناس تبر آباء وأمهاتها، مشان الناس تصل أرحامها، مشان الناس تحسن إلى الضعفاء وإلى الفقراء، مشان الناس تفعل الخيرات. فأنت يا أخ معك كنز، أرجوك خبر الناس به، أعلم الناس به، ورب مبلغ أوعى من سامع. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أنزلنا عليك القرآن لتسعد. بيقول له رستم لرجل من المسلمين جاء رسولا إليه، قال: أنتم ما جاء بكم؟ أنتم العرب المسلمين ليش جايين لهون؟ هي بلادنا ليش جايين؟ قال: الله ابتعثنا. قال له: الله بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والله بعثك كمان إذا بدك، وإذا ما بدك خليك عم تدور على البندورة وعلى الخس وعلى البقدونس. قال له: الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هيك الإسلام. قديش حلوة لما بيكون الواحد يبر أمه وأباه تقربا إلى الله تعالى. من الذي علمه؟ هو الدين. فليش نحن يجب أن ندعو إلى الإسلام؟ لأن الله أمرنا. ورقم 2 لإسعاد الناس في الدنيا والآخرة. ورقم 3 بسبب إخفاق باقي التجارب. على هالأرض إجت فلسفات كثيرة. في فلسفة إجت بدها تاخذ المصاري من كل هالناس وتوزعهم بالتساوي، سقطت. في فلسفة جاءت تعبد أدوات الإنتاج، تقول أدوات الإنتاج هي المحرك الدنيا كله، سقطت. في فلسفة هلأ اليوم موجودة عم تتساقط، هي الفلسفة الرأسمالية. أنت إذا معك مال بتساوي كل شيء. صاروا يأكلوا بعضهم هؤلاء. مدير بنك في بريطانيا انطفت الكهرباء لمدة دقيقتين، سرق البنك. هذا مدير البنك أعلى رتب وظيفية في العالم، دورات عالمية، لغات كبيرة، شخصية، تواصل، شغلة يعني هيك بتسمع عنها بالأفلام. طلع حرامي كبير، ما في إيمان، ما في إسلام، هو السراق، طلع سرق البنك. سقطت كل التجارب. لكن هذا الدين، دين الله عز وجل، لا يسقط. دين الله عز وجل لا ينزل على الأرض. لذلك نصيحة: احمله حتى ترفع بهذا الدين. آخر وحدة أيها الإخوة، لماذا يجب علينا أن ندعو إلى الإسلام؟ لأننا نبحث عن الثواب العميم والأجر الجزيل. شو أكبر عمل إذا عملته بتاخذ ثواب؟ الدعوة إلى الله. هلأ الله يرحم شيخنا توفاه الله تعالى، كل آياتكم بصحيفته، مو هيك؟ وأنا معكم. شو رأيك أنت تدخل وشيخنا في صحيفة شيخه والده، وشيخه في صحيفة شيخه، وشيخه في صحيفة شيخه، وكلهم في صحيفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلك مصلحة تفوت بهالشجرة؟ تعال بس احمل كتف هيك، مشتغل بالدعوة إلى الله وبعجرك وببجرك، يعني الشيء اللي بتقدر عليه. وشو عليه؟ شد لك حيلك شوي هيك، شد همتك شوي، تعلم شيئا إضافيا واشتغل في هذه الدعوة. يا إخوان، خلص الدرس. إذا خرجت من رمضان وأنت تحمل هم هذا الدين، هم هذه الرسالة، هم هذه الشريعة، هم القرآن الكريم، هم سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والله لتسعد ونسعد في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، وأصلح لنا أزواجنا، واهد لنا أولادنا، ووسع لنا أرزاقنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم بلغنا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه لك في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. يا رب اجعلنا منهم.
يا رب اجعلنا منهم. اللهم إن كنت أعتقت رقابنا من النار فيما مضى من أيام رمضان فلك الحمد، وإن لم تكن أعتقت هذه الرقاب من النار فالليلة يا رب، الساعة يا رب، في هذه اللحظة يا رب، نحن عباد ضعاف لا نطيق العذاب ولا نطيق البلاء ولا نطيق الحريق. دخيلك يا رب أعتق رقابنا من النار، لا ترنا نار جهنم، لا تجعل أحدا من أهلنا في نار جهنم. يا رب كما جمعتنا في بيتك هذا اجمعنا في الجنة، يا رب نجتمع في الجنة إخوانا على سرر متقابلين مع أساتذتنا ومشايخنا ووالدينا، مع من أسدى معروفا إلينا. اللهم إخوانا على سرر متقابلين حول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل ثوابنا من صيامنا وقيامنا رضاك والجنة، رضاك والجنة، رضاك والجنة، ونعوذ بك يا سيدنا من سخطك والنار. اللهم تولى إخواننا في غزة وفلسطين. اللهم إن الشهر شهر جبر الخواطر، يا جبار الخواطر، يا جبار الخواطر، اجبر خاطرهم بنصر عجيب، اجبر خاطرهم بمدد رحيب، اجبر خاطرهم بنصر عزيز. اللهم مدهم بإمداد من عندك وكرامة من عندك وعطايا من عندك، واصرف عنهم شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. اللهم عليك بالصهاينة فإنهم لا يعجزونك. اللهم دب الفرقة فيما بينهم، اللهم اجعل الخوف يقطع أوصالهم، اللهم اجعل الرعب يمزق أعضاءهم، اللهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.